بسم الله الرحمن الرحيم، وقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله باذن الله تكونوا بخير وبصحه وعافيه، وربنا يبارك لكم ويبارك لاولادكم ويديكم الصحه والعافيه ان شاء الله باذن الله. تعالوا بقى نشوف النهارده غدانا عباره عن ايه. يلا بينا نشوف غدانا ان شاء الله ايه. هنجيب حله فاضيه ونحطها على النار، وتكون الحله دي ايه، سخنت شويه. بصوا احنا هنا ايه، جبنا معلقه سمنه وحطيناها. شايفين الصوت ده؟ نحط بقى اللحمه ونعلي البوتاجاز شويه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. احنا عايزين الصوت ده يا جماعه، شايفين؟ ونحط بقى كل الكلام الجميل ده. عندي بطاطس، عندي بتاع بصل وثوم، فلفل حامي سبايسي، بصل متقطع، عندي ورق لورا حاطه فيه، عود قرفه. هنحط كل الكلام ده هنا. خلاص يلا بالبصلايه اللي كانت في ايدينا ونقلب بقى. الله الله على الريحه يا جماعه، الله على الريحه، اللهم صل على النبي ما شاء الله. بس قلبنا، هنعمل ايه؟ هنغطيها بقى ونسيبها. بصوا هنا، بصوا بقى اللحمه، اللهم صل على النبي، الله اكبر. شايفين الصوص اللي نزل منها ده اهو؟ شايفين ده اهو؟ بصوا ده يتشربوا. وبعدين انا هنا حاطه ميه سخنه، هاتي هنا يارا، حاطه هنا ميه عشان تسخن، تغلي الميه دي، هحطها فوق منها تكون هي اتشربت الصوص بتاعها، عشان حته اللحمه ما تبقاش منك ناشفه، تبقى كده ايه، جوسي كده جميله. خلاص. عايزه اقول لكم ايه يا اولاد، تعالوا بقى نشوف بقى ان شاء الله هنعمل ايه تاني. يلا كده بقى اهي نشفت خالص اهي. نعمل ايه؟ نحط بقى الميه اللي بتغلي دي فوق منها. خلاص. نقلب بقى كده. هي كده عايزه تاني ميه سخنه، فاحنا هنعمل ايه؟ حطينا برده شويه ميه سخنين اهو عشان تغلي، وارجع تاني ازود بيها الشوربه. هي كده اغطيها واخليها على جنب، وابتدي كده احط بقى رز على النار. يلا بينا بقى ايه، نحط الرز مع بعض. هنجيب حته سمنه بس، نجيب الشعريه بتاعتنا نحط كلها على بعض. بس حطي شعريه كده وكتري كده. نقلب بقى كده الشعريه ونعلي البوتاجاز كده عليها شويه. بصوا هنا الشعريه اهي اتحمرت، نبتدي بقى ايه، نحط عليها الميه. على فكره يا جماعه انا بحط الميه دي كده بالبركه، ها، ما بعدش لا رز ولا بعد الميه، لا بحب كده احط الحاجه كده بالبركه. ونظبط بقى الملح، بس هي كده عايزه شويه ميه كمان. بس نحط بقى كده الملح بتاعنا، وهنعمله كمان ايه، رز مبهر. نحط الملح ونحط رشه فلفل اسود ونحط رشه كزبره، ونحط سنه بهارات لحمه، بس
ممكن تحطي كمان عود قرفه، ممكن تحطي ورق لورا، بس احنا للاسف يعني مش بنحب الورق اللورا في الاكل. نقلبه كده تقليبه، وبعد كده بنحط عليه الرز. يلا بينا بقى ايه، نحط الرز كده مع بعض. ظبطنا الملح، ظبطنا حاجتنا، نحط الرز ونقلبه تقليبه ونسيبه على جنب. نغطي عليه بقى كده ونسيبه كده ياخد ويدي كده مع نفسه. نقلبه بقى كده. اللهم صل على النبي، الله اكبر ما شاء الله. بصوا يا جماعه، لا عايز ملح ولا عايز بهارات ولا عايز اي حاجه. طيب هنشوف كده اللحمه، نغطيه بس الاول، نجيب الغطا نشوف اللحمه، شوف الشوربه بتاعتنا بقى. بس كده احنا ظبطنا كده الشوربه عندنا اهي شويه كده، ونحط لها الملح بتاعها. ما ينفعش تحطي الملح في اول السوا عشان الملح بيأخر سواها. يبقى احنا كده حطينا رز على النار، لحمتنا على النار، فاضل ايه شويه كده واقول لكم كمان نعمل ايه تاني. فاضل حاجه واحده نعملها مع بعض. عايزه اقول لكم كمان بصوا انا عملت بتنجان اهو، خلاص اهو. دوت هملحه بهرسه الشطه اللي احنا كنا سبق وعملناها. بص احنا كده خلاص ايه عملنا ايه، خلصنا الشوربه بتاعتنا وعملنا الرز خلاص. وهنا هنعمل بقى ايه الملوخيه بتاعتنا بقى، العسل بتاعتنا. هنحط ايه حتتين كده الدهن اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو الحيواني، بقري او جاموسي اي حاجه. بنحطها بناخد بس الفايده بتاعتها، ووقت الغرق برميها ما بخليهاش. انا عايزه الفايده بس بتاعتها مش اكتر، فبخليها كده اهو، واحط عليها بقلبها بس كده ايه تقلبتين، تاخد تشويحه معلقتين الزيت. خلاص حته سمنه كده، وتقلبي بقى كده فيه لحد ما ايه ما تتشوح مع الايدام بتاعها. يعني كده كنت جايبه عليها شويه. نجيب بقى ايه صلصه الطماطم ونحط عليها معلقتين صلصه. نقلب بقى كده كلها كده مع بعضها وتاخد غلوه كده، تسبيكه حلوه. اعملوا الملوخيه بالطريقه دي، اقسم بالله هتطلع معاكم تحفه تحفه وملهاش حل، على ضمانتي يا ولاد. نغطيها كده 5 كده ونرجع لها. بصوا هنا كده ايه خلاص كده اخدت الغلوه بتاعتها، ونحط عليها ايه الشوربه. خلاص ما تحطيش الشوربه كلها غير لما تظبطي الاول الملوخيه بتاعتك. يعني انا اقلب في حبه الشوربه دول، عايزه
احط مع زيتشي عشان بس هي ما تطلعش مني ايه سايبه كده وميه خالص، لا يبقى فيها برضو ايه الملوخيه. خلاص هنيجي هنا نحط عليها ايه الملوخيه بتاعتنا القمر دي اهي بس وقلب. فاحنا كده عايزين شوربه، لما تعوز مننا شوربه احسن لما ايه ان احنا نعملها ميه وفي الاخر نلاقي نفسنا مش عارفين نتقلها ازاي. لا لما تعوز احسن. فلما تحطي الشوربه ما تحطهاش كلها، ما تحطيش الكميه بتاعتك كلها بس. نحط شويه الشوربه دول نسيبها كده ايه تاخد وتدي كده بشكل ودي مع نفسها، وبعد كده ايه نجيلها بقى ونقلبها تاني اهو. بس هنيجي هنا بقى ايه نعمل التومه. نحط التومه حبه توم كده ايه حلوين كده، كتري وما تستخسريش ها، الملوخيه بتحب التوم. رشه فلفل اسود خلاص. وبعدين نجيب الملح بتاعنا وشويه كزبره وبرده كتري برده اهي معلقه كده والتانيه وحبه. يلا احنا عاملين بتاع كيلو وملوخيه خلاص. دي عشان انا عايزه الملح يا ولاد، وحاطه الطاسه اللي هحمر فيها التومه. الملح برده تحطي وتعملي حساب ان الشوربه عندك فيها ملح خلاص. بصوا حطينا هنا بهاراتنا، الملح بتاعنا وفلفل اسود وشويه كزبره وقرن فلفل سبايسي. عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه بلاش، هو كده كده ايه اختياري. والثوم بتاعنا ونضرب كده كل الكلام الجميل ده. هضربه وارجع لكم. بص احنا اهو طحنا الثوم بتاعنا وحطينا طاسه على النار فيها الدهن الحيواني يا ولاد اللي انا قلت لكم عليه اهي الحته، وبرده معلقتين زيت وحته سمنه. وناخد الثوم بقى اللي احنا ضربناه في الكبه ده ونحطه هنا. نعلي كده البوتاجاز شويه بس، نسيب دي كده تتحمر وناخده بق ميه صغنن نشطف بيه الكبه ده عشان احنا ايه ما ننسفش حاجه. مش بخل يا ولاد والله، ده تتبيل بس. نعمل كده يعني هنا في بواقي توم نرموها؟ لا طبعا، هو مش بخل، هو تتبيل مطبخ بس مش اكتر. نقلب بقى كده كل الكلام الجميل ده وشم يا ست بكل الريحه بقى وادعيلي. بصوا الملوخيه هنا اهي على النار وانا مغطيه عليها جدا عبال التوم ما تتحمر معايا. بصوا الملوخيه اهي، شايفين الجمال؟ اللهم صل على النبي، الله اكبر ما شاء الله، اللهم صل على النبي. تاكلوا كده بالف هنا والف شفا يا رب، مطرح ما يسري يمري. التوبه اتحمرت خلاص اهي، خلاص الحمد لله. هنا بقى نحطوا بقى ايه الملوخيه كده مع بعض ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعوا تشهقوا، سموا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي، الله اكبر ما شاء الله. حط الكلام ده، الله اكبر ما شاء الله، اللهم صل على النبي. نشطف بقى كده، نحط طبقه ثانيه كده نعمل كده بس. نقول للطاسه ايه شكرا. نقلب بقى كده الملوخيه ايه تقليبه حلوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. شمين الريحه يا ولاد، شايفين العسل ده؟ اللهم صل على النبي، الله اكبر ما شاء الله. طبعا احنا متفقين ان الدهن الحيواني اللي انا بحطه ده وقت الغرف احنا بنرميه. شايفين الجمال اهو؟ شايفين من ايدي ولا مش شايفين؟ اهي بص دي برضه انا هرميها اللي هي اهي. بصوا اهي، استنوا اطلعها لكم اهي. بصوا انا برميها وقت الغرف. بصوا بقى الملوخيه عامله ازاي، شايفين الجمال اهي؟ اللهم صل على النبي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حبه ملوخيه بقى تاكلوهم كده ايه في الهنا والسعد يا رب. نطفي كده النار دي، احنا مش عايزينها.
ويلا بينا بقى ايه نغرف. الحمد لله غرفنا وخلصنا. عملنا غدانا النهارده ملوخيه ورز بالشعريه، ملحنا بتنجان، حمرت لحمه على حسب طبعا الرغبات. تاكلوا بألف هنا وألف شفا. النهارده ده كان غدانا بألف هنا وألف شفا، صحة وألف عافية على بدنكم مطرح ما يسري يا رب يمري. إن شاء الله بإذن الله أشوفكم بإذن الله في فيديو جديد مع سارة ويارا في المطبخ. عايزة لايك وشير وسبسكرايب للقناة. باي باي.